أهلا بيك يا صديقي. قبل ما نبدأ الفيلم أحب أفكرك إنك تصلي على النبي وتعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة علشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة أول بأول. وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ. بيبتدي الفيلم مع جيف واللي بيكون قاتل مأجور وبيشتغل تبع منظمة إجرامية مكسيكية بيرأسها واحد اسمه كارليتو، وبنشوفه وهو قايم من النوم ولكنه دايخ ومش قادر يتملك نفسه وكأنه متخدر لغاية ما بيوصل للصالة فبيلاقي اسطوانة فيديو، ولما بيشغلها بيظهر زميله ريكي واللي بيكرهه جدا وبيقول له فيها إنه أكيد مش قادر يتحرك كويس، وبيمسك ريكي حقنة كبيرة وبيغرزها في رقبة جيف وهو نايم ومتخدر، وبيتضح إن الفيديو تم تسجيله في نفس اليوم، وبيعرفوا ريكي إنه عمل الفيديو علشان يعرفوا انه هيموت بالبطيء عن طريق السم الصيني اللي اداهوله بالحقن واللي هو حاليا بيجري في دمه، وبيقول له انه قدامه ساعة بس وهيموت، وبيعرفوا ان ده بسبب عملية دون كيم واللي بتكون قتل اكبر زعيم عصابة في لوس انجلوس. واول ما الفيديو بيخلص بيتعصب وبيفضل يكسر في التلفزيون من شدة الغضب، وبيسيب البيت بسرعة وبياخد موبايله وكان بيجري على السلالم زي المجنون، وبياخد عربيته عشان يدور على ريكي وياخد اللقاح المضاد اللي هيبطل مفعول السم. واول حاجة بيعملها بيتصل بإيف حبيبته لكن التليفون بيكون مقفول ومش بترد، بعدها بيتصل بالدكتور بتاعه لكن السكرتيرة بتقوله مش موجود، فبيقولها تعرف الدكتور ان جيف بيموت وهو هيفهم. وهنا بيبدأ جيف يفقد تركيزه ونظره بيشوش وهو سايق، فبيدوس بنزين اكتر وبيمشي بسرعة علشان ما ينامش، وبيتصل بكايلو وده مخبر كان شغال معاه وقريب منه، وبيعرفوا ان اتعرض للتسمم وبيطلب منه يخرج ويدور على ريكي، ولما يشوفه يتصل بيه، وبيقف جيف عند بار بتاع زميل ليه اسمه اورلاندو وبيكون ليه شغل مع ريكي، واول ما بيدخل بيثبت اورلاندو بالمسدس وبيدخله جوه الحمام وبيهدده عشان يقول له مكان ريكي، وفجأة بيقتحم رجالة اورلاندو المكان باسلحتهم وبيهددوا جيف، لكن بيهديهم اورلاندو عشان الوضع ما ينفجرش، وجيف بيعرفه انه لازم يعرف مكانه، فاورلاندو بيقول له ان ريكي ده اسوأ حد اتعامل معاه وبينهم مشاكل ولو يعرف مكانه هو اللي هيروح ويقتله. وفجأة بيفقد جيف تركيزه مرة تانية وبيطلب من اورلاندو يديله اي مخدر، وفعلا بيديله كيس فبيقع على الارض وبينزل وراه جيف، واورلاندو ما كانش مصدق انه وصل للحالة دي، فبيعرفوا جيف ان ريكي هو السبب في كل ده ولازم يخلص عليه. ولما بيخرج من المكان بيجيله اتصال من ريكي واللي بيفضل يستفزه، فبيعرفوا جيف ان هينتقم منه اشد انتقام، فبيعرفوا ريكي انه مستنيه لكن السم اللي بيجري في دمه هيقتله قبل ما يعرف مكانه، فبيعرفوا جيف عن اللي الزعيم كارليتو هيعمله لما يعرف اللي حصل، فبيصدموا ريكي وبيقول له ان كارليتو على علم بكل حاجة. وهنا بيجيله اتصال من الدكتور مايلز فبيقفل على ريكي وبيقول له الدكتور ان تم تسميمه بسم صيني، ولما بيسألوا عن الاعراض بيعرفوا جيف ان بيفقد التركيز وفيه ألم بالصدر والرؤية مشوشة، وفجأة بيلاقي نفسه داخل جوه المول بالعربية والشرطة بتروح وراه، فبيعرفوا الدكتور ان ده اسمه كوكتيل بكين، وبيكون جيف سايق العربية بسرعة جوه المول والناس بتهرب منه، وبيأكد عليه الدكتور ان لازم ما يقفش عن الحركة لان دي الطريقة الوحيدة لتخفيف من اثر السم. وبيخرج جيف من العربية بسرعة بعد ما اتحشرت في السلم الكهربائي وبيجري زي المجنون والكاميرات جايباه، وبيقدر يخرج من المول، فبيلاقي تاكسي في وشه وبيركب على طول وبيوجهه بعيد عن الشرطة، وفجأة حالة التوهان بترجع له فبيطلب من السواق يشغل مزيكا على الاخر وبيفضل يتحرك عشان حالة التوهان تروح، وبيقف التاكسي قدام سوبر ماركت وبيدخل يهدد البايع وبيبدأ يلم كل ازاز مشروبات الطاقة اللي في المكان عشان تساعده ما يفقدش تركيزه، وبرضه الكاميرات بتبقى جايباه، وبيرجع للتاكسي وبيطلب من السواق يوديه لمنطقة بافالي هيلز عشان يقابل كارليتو نفسه ويواجهه باللي عرفه. ولما كارليتو كان في حمام السباحة بينزل له جيف، وطبعا المكان كان متأمن، فبيعرفوا كارليتو انه متفاجئ انه شافه، وبيقول له جيف انه عارف انه على علم بكل اللي حصل، وبيطلب منه مساعدة علشان يلاقي دواء مضاد للسم، فبيعرفوا كارليتو ان السم من الصين وملوش اي لقاح مضاد، وبيعرف جيف ان مفيش فايدة، وبيطلب منه يقول له على عنوان ريكي لكن بيرفض كارليتو، وبيعرفوا انه خلاص انتهى، فبيقرر جيف انه يسيبه وسط الحراسة بتاعته ويدور على ريكي قبل ما يقتله السم. ولما بيخرج سواق التاكسي بيرفض يركب معاه لان هدومه كلها ميه، فبيضربه جيف وبياخد التاكسي، وهو في الطريق بيجيله اتصال من الدكتور واللي بيعرفه ان رحلته هتتاخر وياخد 10 مللي من مضاد حيوي اسمه ابن افرين لغايه ما يجيله. وهنا بيتصل بيه كايلو المخبر بتاعه وبيعرفه ان شاف اليكس اخو ريكي في مطعم معين في المدينه وهو حاليا واقف قدامه، فبيطلب منه يستناه لغايه ما يجيله، وفعلا بيروح له جيف بسرعه وبيتاكد ان اليكس في المطعم، وبيروح بعدها للمطعم وبيخبط في بنت شغاله هناك، فبياخد باله اليكس وبيقرر يروح ورا جيف اللي دخل ناحيه المطبخ، وبيفضل اليكس يدور عليه ومعاه المسدس، واول ما بيخرج من الناحيه التانيه بيضربه جيف بالساطور وبيقطع ايديه، وبيساله
عن مكان اخوه، فاليكس بيعرفه انه مع امه وبيهجم على جيف وبيفضل يضربه، فكايلو بيجي من وراه وبيضرب اليكس، فبيروح وراه وبيطلع جيف المسدس عشان يضربه، بيلاقيه فاضي، فبيروح وبياخد المسدس بتاع اليكس اللي عليه ايده اللي اتقطعت وبيضربه طلقه بتخلص عليه، وبياخد منه الموبايل وبيتصل على ريكي اللي كان فاكر انه بيكلم اخوه، لكنه بيتصدم لما بيسمع صوت جيف وبيتجنن لما بيعرف ان اخوه اتقتل بسببه، وبيساله جيف بسخريه عن العقد اللي لابسه اخوه، فبيتضايق ريكي وبيقول له ان العقد ده بتاع ابوهم، وبيبان ان العقد مهم جدا بالنسبه له، فبيعرفوا جيف انه بعد ما قتل اخوه هو اللي هيدور عليه مش العكس، وبيروح بعدها للمستشفى وبيسال الصيدلانيه على دواء اسمه ايبن افرين، فبتقول له انها مش هتقدر تديها له وبتطلب منه يستنى، وهنا واحد من الموجودين بيعرفوا ان الماده دي بتبقى موجوده في فخاخ الانف، فبياخد منها جيف، واتضح ان الصيدلانيه بتبلغ الشرطه، وبيفضل جيف يستخدم البخاخ زي المجنون، وبتلاحظه الشرطه وبتروح وراه، وبيجري جيف عشان يستخبى في اوضه واحد من المرضى، وبتدخل بعدها الشرطه الاوضه عشان تدور عليه، وبتحاول تشوفه في الحمام بس ما بتلاقيهوش وبتخرج، وبيكون جيف في دولاب صغير بتاع المريض، فبيلبس جيف القميص الخاص بغرفه العمليات وبياخد مسدسه وبيخرج بسرعه، لكن الشرطه بتلاحظه فبيجري منهم باقصى سرعه عشان يهرب، لغايه ما بيلاقي مريض قلب بينقلوه، فبيروح وبيهدد الدكتور عشان يديله الماده اللي بيدور عليها، وبيهدد الشرطه انها لو قربت منه هيقتلهم، وفعلا الدكتور بيلاقي الماده وبيديها له، وبيروح جوه الاسانسير وبيخرج اللي فيه، وهنا بيفقد جيف تركيزه وبيقع على الارض، وبياخد الماده وبيحقنها في عروقه زي ما قال له الدكتور، وبعد دقايق الماده بتشتغل، واول ما بينزل بيجري من المستشفى زي الصاروخ بعد ما الحقنه ادته طاقه كبيره، وبيتصل به الدكتور عشان يطمن عليه، وبيتفاجئ انه اخد الحقنه كلها مش 10 مللي زي ما قال له، وبيعرفه انه هيحس بضربات قلب شديده، لكنه بيطمنه لانه هيوصل خلاص بعد نص ساعه، وفجاه بيلاقي جيف مجموعه واقفه قدام تلفزيون، وبيشوفوا في الاخبار ان الشرطه بتدور على واحد مجنون، وطبعا يبقى جيف نفسه، وهنا بيستغل جيف توقف اشاره المرور، فبيحط التليفون في الشراب وبيهجم على ظابط وبيسحب منه مسدسه، فالظابط بيحاول يوقفه على اساس انه شخص مجنون، فبيرمي جيف المسدس بعيد، وبياخد الموتوسيكل بتاع الظابط اللي بيحاول يوقفه باي طريقه لكنه بيفشل، وبيطير بالموتوسيكل على الطريق باقصى سرعه، وفجاه بيقف جيف على الموتوسيكل وكانه خلاص ما بقاش فارق معاه، لغايه ما بيرشق في كافيه على الطريق، وبيصحى جيف على رنه موبايل، والاتصال كان من اف حبيبته، واللي بتقول له انها ما ردتش عليه الصبح لانها كانت نايمه، فبيحذرها جيف انها ما تتحركش من شقتها لانه هيجيلها حالا، وفي الوقت ده بيوصل لريكي ايد اخوه واللي كان من الغضب مش قادر يتكلم، وبيوصل جيف لشقه صديقته بعد ما غير هدومه، وبيسالها اذا شافت التلفزيون النهارده، فبتقول له انها لسه صاحيه، وبيطلب منها جيف انها تلبس عشان يخرجوا، وبتحس ايف انه مخبي حاجه، فبيعرفها انه بيحبها قوي وانهم هيتجوزوا النهارده، فبتاخده على قد عقله وبتوافق، ولما جهزت بيبص جيف من الشباك بيلاقي 2 من رجاله ريكي ولسه بيخرجوا، فبتنسى ايف الدواء وبترجع عشان تجيبه، وهنا بيجيلها اتصال على تليفون البيت، فبينزل جيف بسرعه علشان عارف انهم هيتصلوا ويتاكدوا اذا كانوا فوق، وبيضرب واحد منهم وبيرجع بسرعه قبل ما ايف تاخد بالها، ولما بينزلوا بيشوف جيف واحد بره، فبيشد شنطه ايف وحاجتها بتقع على الارض عشان ما تاخدش بالها، وبيجري جيف وبيشتبك معاها قبل ما يستخدم مسدسه، وبيقدر يتغلب عليه وبيرميه في حوض السباحه، وبيرجع لايف اللي لسه بتلم في حاجتها، وبياخدها وبيروحوا الحي الصيني، وكانت مستغربه من تصرفاته معاها، وبيعترف لها جيف انه كذب عليها وانه مش شغال في شركه العاب فيديو، والحقيقه انه شغال قاتل محترف، وبيقول لها انه من يومين كان في مهمه صعبه وهي قتل دون كيم اكبر زعيم عصابه في لوس انجلوس، ولكن قبل ما يقتله جات له فكره فجاه وقرر ما يقتلهوش، وبلغه انه هيسيبه يعيش ولكن لازم يمشي من المدينه بسرعه ويختفي على الاقل ال 48 ساعه اللي جايين، وبيعرف ايف انه عمل كده عشانها، وبسبب كده اتعرض للتسمم، وايف كانت مصدومه من اللي بتسمعه ومش عارفه اذا كان حقيقي ولا لا، فبتسيبه وبتخرج من المكان لانها فاكراه بيعمل كده علشان يبعد عنها، لكنه بيأكد لها انه بيقول لها الحقيقه، وفجاه حاله التوهان بدأت ترجع له تاني، وفي الوقت ده بيجي له اتصال من كايلو وبيقول له ان عرف مكان ريكي وهو موجود دلوقتي في مصنع دون كيم في الحي الخامس، وهنا بيعرف جيف ان ريكي محتجز كايلو، وايف كانت سامعاه وهو بيقول له العنوان، فبيسيبها بسرعه وبياخد تاكسي عشان يروح له، وحاله التوهان بتزيد عنده، فالسواق بيقول له انه مش عايز حد يموت في عربيته، وبيديله دواء وبيعرفه انه هيخليه قوي جدا، وجيف طبعا متعلق باي حاجه وبيقرر ياخدها، وبيوصل اخيرا لمكان المصنع وبيلف من وراه، واول ما بيطلع بيلاقي حد من رجاله ريكي، فبيقرب بهدوء وبيهدده بالمسدس لو ما قالهوش على مكان كايلو، لكن بيقول له انه ما يعرفش هو بيتكلم عن ايه، فبيشيله جيف وبيرميه من على السطح، ولما بينزل بيلاقي كايلو مقتول وروكي ما بيكونش موجود، ولكن بيكون في حد تاني، واللي بيعرف جيف ان كارليتو هو اللي بعته عشان يبعدوا عن الشارع
الشارع ويموت في هدوء بعد ما بقى يطلع زي المجنون على التلفزيون. وفجأة بيلاقوا إيف طالعة في المصعد لأنها طبعا سمعت لما كايلو قال له العنوان، وعلى طول بيضربوا جيف بالنار هو واللي جنبه والمكان بيتقلب فوضى. وبيحاول يتفادى جيف الرصاص ولسه بيروح لإيف في المصعد بياخد رصاصة في رجله، وبينزل بعدها بالمصعد لتحت اللي فيه المكن والعمال، وبينزل وراه واحد وبيفضل يدور عليه. فبيراقبوا جيف وبيجي من وراه وبيضربه وبيحط ايده تحت مكنة الخياطة، وزمايله بيروحوا ورا جيف واللي بيتبدل معاهم اطلاق النار. وبينزل من السلم الخارجي مع إيف وبيقدر يتخلص من واحد منهم والباقي بيفضلوا يطاردوه. فبياخد العربية بسرعة علشان يهرب وهم وراه برضه، وبيحصل مطاردة خطيرة على الطريق، لكن جيف بيقدر يتخلص من العربية الأولى وبعدها بيلف بالعربية وبيقتل السواق في العربية التانية وبينزل يخلص على اللي موجود معاه. وفي الوقت ده بيجيله اتصال من الدكتور وبيعرفه انه حاول يتصل بيه من نص ساعة وانه في العيادة دلوقتي، وبيقول له جيف انه هيروح له حالا. وفي العيادة بيديله الدكتور محلول فيه بعض المواد الكيماوية اللي بتساعد ضربات القلب تشتغل بانتظام. فبيسأله جيف ايه اللي هيحصل بعد كده، فبيعرفه انه بيحاول يأخر تأثير السم لكن السم وصل لنسبة عالية وقدامه وقت محدود وهيموت. فبيطلب منه جيف انه يخليه يقف على رجليه ساعة واحدة بس وبعد كده مش مهم اللي يحصل. بعدها بشوية بيتصل بريكي وبيعرض عليه صفقة وهي انه يديله اللقاح المضاد وفي المقابل هيرجع له العقد بتاع اخوه اللي اخده من أليكس. فبيوافق ريكي وبيقول له انه حابب يشوفه وهيستناه في المكان بتاعهم. وفعلا بيروح له جيف وهو في نيته يا قاتل يا مقتول، وبيدخل الفندق مكان الاجتماع وبيتأكد من جهاز تنظيم القلب اللي ركبه له الدكتور وبيجهز سلاحه وبيطلع لفوق. وطبعا الحراسة بياخدوا سلاحه والمكان كان على سطح فندق، وبيتفاجئ جيف بوجود كارليتو معاه، وقبل ما يقعد بيطلب ريكي يفتشه تاني وفعلا بيلاقوا معاه جهاز تنظيم ضربات القلب، وبيقول له كارليتو انه هياخده عشان محتاجه. وبيبدأ يستهزأ جيف بريكي وبيعرفه ان بقى البنت المدللة عند كارليتو، فبيتعصب عليه وبيقول له انت كتبت نهايتك بايدك. وبيطلع كارليتو حقنة السم الصيني واللي هتقضي على جيف المرة دي، وبيطلب من رجالته يكتفوه. وفجأة بيشاور جيف ناحيتهم بايديه كأنه مسدس والكل بيضحك على تصرفه، وبيوجه ايديه ناحية الحارس وبيضربه بايديه كأنه مسدس حقيقي. وفعلا الراجل بيتقتل وسط ذهول كل الموجودين. وفجأة بيظهر وراه دون كيم ورجالته واللي اتضح ان اتفق معاهم، وبيبدأ تبادل اطلاق نار عنيف بين الفرقتين والرصاص بيطير في كل حتة في الوقت اللي الشرطة بدأت تيجي للمكان وتطوقه. وعلى الناحية التانية ضرب النار لسه شغال لدرجة ان صوابع ايد ريكي اتقطعت بعد اصابته بالنار، وبيتصل كارليتو بالمروحية عشان تهربه في الوقت اللي بياخد ريكي حقنة السم اللي وقعت. وهنا واحد من عصابة دون كيم بيرمي قنبلة يدوية عند كارليتو فبيزق الحارس بتاعه عليها فبتنفجر فيه، وبيهرب كارليتو بسرعة من المكان. وهنا حالة التوهان بترجع تاني لجيف اللي بيحاول يضرب نار على ريكي قبل ما يهرب لكن ما بيعرفش يسيبه من الحالة اللي هو فيها، وبيروح وراه عشان يلحقه. فبيلاقي كارليتو رايح يركب المروحية فبيروح وراه بسرعة ولسه هيقتله بيجي ريكي من وراه وبيغرز حقنة السم في رقبة جيف، وبعدها بيقرر يقتل كارليتو عشان ياخد مكانه في الزعامة. وبيركب الطيارة وبيفضل يهدد الطيارة عشان يطير بيه، ومن شدة الغضب بيقوم جيف تاني وبيطير من ايديه المسدس وبيشتبكوا مع بعض في الوقت اللي الطيارة طارت خلاص، وبيفضلوا يضربوا في بعض في الجو. وبيحاول جيف ما يفقدش توازنه وبيقرر اخيرا انه ما يموتش لوحده فبيشد ريكي وبيقع من الطيارة، وبيفضل جيف يخنقه لغاية ما كسر رقبته. وبيقع جيف بسرعة في الهواء وبينزل على العربية وبعدها على الرصيف عشان يتكتب نهايته بإيده مش بالسم. وساعتها بتيجي عربية سودا وبيخرج منها أشخاص غريبة عشان ياخدوه بسرعة قبل ما الأسعاف توصل، وبينتشر خبر سقوط شيف في الإعلام لكنهم مش بيلاقوا الجثة. وبعدها بيفتح شيف عينيه بيلاقي نفسه في غرفة عمليات وطبعا مش حاسس بحاجة لأنه متخدر. وساعتها بيدخل حد غريب اسمه جوني وباين عليه إنه بيكره شيف جدا لغاية ما الدكاترة بتزهق منه وبيمشوه. وفي الوقت ده بيخرجوا قلب شيف وبيجيبوا قلب صناعي وبيزرعوه مكانه لغاية ما ياخدوا بقية الأعضاء، وبيفقد وقتها الوعي. وبيمر الوقت وبتكون حالة شيف اتحسنت وبقت مستقرة، وخلال المدة دي كانت تحت رعاية كاملة. وفي مرة بيدخل 2 دكاترة وكانوا بيتكلموا عن الأعضاء اللي هياخدوها، وبيعرف شيف وقتها إن قلبه اتسرق وبيفضل يضربهم لغاية ما بيخلص عليهم، وبيشيل الأسلاك من جسمه ما عدا البطارية اللي متركبة عشان تشحن القلب الصناعي. ولما بيخرج بياخد هدوم موجودة في أوضة جانبية وبيطلع لفوق عشان يهرب من المكان، وبيلاقي تليفون في جنب البنطلون فبيتصل بإيف حبيبته وبيكون
وتليفونها مقفول، وفجأة بيجيله حد وبيهدده بالمسدس، وبضربة واحدة تشيف بيفقده الوعي وبياخد مسدسه وبيحاول انه يلاقي مخرج. فبيلاقي بقية افراد العصابة وبيبدأ يصطادهم واحد ورا التاني وبيخلص الرصاص من المسدس الاخير، وساعتها بيثبته تشيف وبيسأله هو شغال تبع مين. فبيفضل يعذبه لغاية ما بيعرفوا انه شغال مع جوني فانج، وده يبقى الشخص اللي دخل عليه غرفة العمليات، وبيسأله عن مكانه فبيقوله انه موجود في نادي سايبرس، وبيروح بعدها يكسر ازاز العربية ويشغلها عشان يهرب، لكن نبضات قلبه بتبدأ تقل ومش قادر يتحرك. وهنا بيقرر يشحن الجهاز بتاعه من بطارية العربية، ولما بيوصل الاسلاك بيرجع قلبه يشتغل بقوة وبيهرب بالعربية بسرعة قبل ما حد يلحقه. وفي الطريق بيتصل بالدكتور واللي بيكون مصدوم انه لسه عايش، وبيعرفوا ان الصينيين شالوا القلب بتاعه وحطوا بداله قلب صناعي. فبيسأله الدكتور اذا ركبوا له بطارية خارجية وايه مواصفاتها، وبيقول له انه فعلا اتركب له بطارية وبيعرفوا مواصفاتها. وساعتها بيقول له الدكتور ان القلب الصناعي ده له بطارية خارجية وداخلية، ولو البطارية الخارجية اتفصلت بتشتغل الداخلية ولكن مش هتعيشه غير ساعة، وان البطارية الخارجية بتتشحن بطريقة لاسلكية من اي مصدر كهرباء وبتوصل الشحن للبطارية الداخلية، ولازم يفضل جسمه مشحون باستمرار. وبيقول له تشيف انه هيرجع يكلمه، وساعتها بتظهر عربية جنبه وبيسألهم تشيف عن مكان نادي سايبرس، لكنهم مش بيردوا وبيسخروا منه. وفجأة بتتخبط عربيته في حاجز الطريق وبيقع وقعة جامدة وبتتكسر البطارية الخارجية، ولما بيقوم بتكون حالته سيئة. وبيسألهم مرة تانية عن النادي فبيعرفوه العنوان واللي على بعد 2 ميل، فبيطلب منهم يشحنوه بالكهرباء وبيكونوا مستغربين منه، بس بيوصلوا جسمه بعدها ببطارية العربية، ولما بيشغلوها بياخد طاقة كبيرة جدا، وساعتها بيجري زي المجنون كأنه إنسان آلي لغاية ما بيوصل للمنطقة اللي فيها النادي، وبيسأل مجموعة شباب عنه فبيشاوروا له على المكان، وبيكون عبارة عن بيت عادي. وفجأة بيتكسر الباب وبيخرج راجل ضخم وبيرمي بنت شكلها غريب، وبيسألوا تشيف إذا هو جوني فانج، فبيعرفوا إنه مش هو، فبيضربوا بوكس بينيموا على الأرض، وبيدخل جوه البيت. وساعتها الكل بيجري من البيت بسرعة بسبب تشيف، وبيخرج جوني من مكان جانبي وبيكون معاه صندوق وبيركب العربية اللي مستنياه وبيهرب. ولما بيخرج تشيف البنت بدأت تتعامل معاه كأنها حبيبته، وده لأنه أنقذها من الراجل الضخم، لكن بيسيبها ويمشي. وساعتها بتقوله إنها تعرف مكان جوني، فبيرجع لها وبتشاور له على مكانه، وبيلاقي عربية لسه خارجة من الجراج، فبيجري وبيتشعلق فيها زي المجنون لأنه فاكر صاحبها يبقى جوني، لكن السواق بيقدر يوقعه. وبتروح له البنت وبتقوله إن اسمها ريا، وبتعرفه إنها كانت تقصد المبنى مش العربية، وبتشاور له على المكان واللي بيكون كباريه. وفي الوقت ده جوني كان بيتضرب على ايد افراد عصابة كانت تبع الريكي اللي قتلوا تشيف عشان يقول لهم على مكانه. وساعتها كارلوس الزعيم بتاعهم بيعذب زميله اللي هربه بطريقة صعبة، فبيقرر يعمل معاهم اتفاق. وعلى الناحية التانية بيدخل تشيف عشان يلاقي جوني، وبيتفاجئ ان اف حبيبته بتشتغل في المكان وبتكون مصدومة انه لسه عايش. وقتها بتدخل ريا وبتقول لها تبعد عن حبيبها، وبيتخانقوا مع بعض. وساعتها بيدخل كارلوس مع رجالته عشان ياخدوا تشيف، وبيحصل تبادل اطلاق نار عنيف، وبيقدر تشيف يخلص عليهم بسرعة، وبيهرب كارلوس وبيهدد واحد بعدها مصاب عشان يقول له هو شغال تبع مين. وبيعرفوا انه شغال مع حد اسمه هرون، وانه عايزه حي عشان يشوفه بيموت قدامه. وبيخرج بسرعة مع ايف، لكن الشرطة بتكون وصلت وبيحاول يقاومهم، بس شحن البطارية بدأ يضعف، وبتفضل الشرطة تضرب فيه، وبتحاول ايف تدافع عنه، فبياخدوها في العربية مع واحدة من الكباريه. واول ما الشرطة بيضربوه بالصاعق الكهربائي طاقته بترجع، وبيقدر يضربهم كلهم في ثواني، وبياخد العربية وبيهرب بسرعة. وفي الطريق بيكون متضايق من ايف عشان بتشتغل في كباريه، لكنها بتعرفه انها كانت فاكراه ميت. وساعتها بيشحن نفسه بالصاعق عشان يكمل طاقته، لكنه بيفضى. وبتطلب منه ايف انهم يروحوا لبيتهم، فبيقولها انه لازم يلاقي جوني الاول. وبيتفاجئ ان البنت اللي معاها تعرفه، ولما بيسألها عن مكانه بتقوله انه بيحب سباقات الخيل، واكيد هو في سباق الخيل بتاع المدينة. وبيتصل تشيف بالدكتور وبيقوله انه فقد البطارية الخارجية، فبيعرفوا ان نظام البطارية الداخلية لاسلكي، واي صدمة كهربية لجسمه هيشحنها. وبيطمنوا ان لو لقى القلب بتاعه هيقدر يرجعه لمكانه تاني جراحيا. وبيسوق بعدها لغاية ما بيوصل لمظاهرة، والطريق بيكون واقف، وبتيجي جنبه عربية شرطة، فبيخرج وبيهرب بسرعة منهم لغاية ما بيلاقي حد بيصعق الكلب بتاعه بطوق كهربي. وساعتها بياخد منهم الطوق وبيطلب منهم يصعقوه عشان يشحن نفسه، فبيخافوا منه وبينفذوا كلامه فعلا. وساعتها بيوصل رجال الشرطة فبيهرب بسرعة، وبيهجم الكلب على واحد منهم، والباقي بيجروا ورا تشيف لغاية ما بيظهر فجأة كايلو بالموتوسيكل، فبيضرب تشيف وبياخده وبيهربوا. وساعتها بيستغرب انه لسه عايش، فبيعرفوا انه فينوس اخو كايلو، وكان بيدور عليه عشان يساعده ينتقموا لاخوه. وبيسألوا تشيف ليه ضربه لما شافه، فبيفهموا انه مريض بمتلازمة توريت، ودي بتخليه ما بيعرفش يتحكم في ردة فعله. وبيوصلوا بعدها للسباق، ولما بيدخل تشيف لجوه بيلمحوا جوني، فبيخاف وبيهرب، وبيجروا وراه تشيف
تشيف عشان يلحقه، وساعتها جوني بيتصل بزميله عشان يستناه، وبيفضل يطارده تشيف لغايه ما جوني بيوصل بره وبيلاقي فينوس في وشه، لكنه بيعمل حركات غريبه وما بيتحكمش في نفسه، وبيركب ساعتها العربيه وبيهرب، وبيتجنن منه تشيف وبيجري عشان يلحقه قبل ما يخرج من الجراج، لغايه ما بينط من الدور اللي فوق على العربيه، وبيفضل السواق يتحرك بيها لغايه ما بيقع تشيف وبيقدروا يهربوا، وبيجيله فينوس، وقبل ما الشرطه توصل لهم بتظهر عربيه فجاه وبتاخدهم وبتمشي، والشخص اللي انقذهم يبقى دون كيم، واللي بيكون انقذ تشيف قبل كده من ريكي، وساعتها بيفقد فينوس التحكم في نفسه كالعاده، فبيرموه بره العربيه، وبيعرفوا تشيف ان شركائه الصينيين اخدوا قلبه وحطوا بداله قلب صناعي، فبيقولوا ان بوندونج يبقى الاب الروحي للمنظمه بتاعتهم، وهو اللي اخد قلبه لانه بقى عجوز وقلبه تلف ومحتاج يزرع قلب جديد، واختاره هو لانه قدر يفلت من اخطر سم صيني واللي حقنوا بيه ريكي قبل كده، وساعتها بيسالوا تشيف عن سبب انقاذه من الشرطه، فبيعرفوا انه هيسلموا لبوندونج عشان ياخد بقيه اعضائه، وفي المقابل هياخد مكافاه ضخمه، وبسرعه بيضرب تشيف اللي جنبه وبياخد مسدسه وبيعملوا ساتر في الوقت اللي بيقوم فيه تبادل اطلاق نار عنيف بينهم، وبيقدر يخلص عليهم تشيف في ثواني، وبتخبط العربيه وقتها في العمود وبيخرج منها بس طاقته بتكون ضعيفه، وبيلاقي موصل كهرباء في الشارع فبيفتحه وبيشحن نفسه بيه، وساعتها بترجع له طاقته تاني. وفي مكان تاني بيظهر اخيرا الهرون، واللي بيكون متضايق من كارلوس لان تشيف قدر يهرب منه، وساعتها بيخليه يعذب نفسه عشان يسامحه، وبيكون مستمتع وهو بيصرخ، وبيعرفوا انه هيديله اخر فرصه، وبرضه مش بنعرف ليه عايز ينتقم من تشيف، ولكن هنعرف بعد شويه. وعلى الناحيه التانيه بيتصل فينوس من تليفون عمومي على شخص اسمه اورلاندو، ويبقى صديق فينوس وكمان يعرف تشيف، ولما بيسالوا عن حد اسمه الهرون بيتفاجئ لما بيسمع الاسم، وفي الوقت ده بيطارد تشيف عربيه اسعاف، ولما بيدخل بتكون موجوده حاله صعبه، فبيهدد المسعفين عشان يديله بطاريه قلب صناعي، وبيقول لهم على النوع بتاعه، وبعدها بيجيب له المسعف البطاريه وبيركبها له، ولما بيشغلها بترجع له طاقته مره تانيه، وساعتها بيبص بيلاقي جوني وجماعته ماشيين، فبينط من عربيه الاسعاف وبياخد جنبه وبيتصل بالدكتور وبيقول له يجهز عشان يرجع قلبه، وبيروح بعدها ناحيه جوني، فبيتفاجئ بوجود ريا واللي بتفضل تشاور له لغايه ما عربيه بتعدي بسرعه وبتطيرها، واول ما جوني بيشوفه بيترعب، وبيبدا تبادل اطلاق نار بين تشيف وبينهم، وساعتها بيهرب سواق العربيه وبينفد بجلده، وبيفضل تشيف يطارده عشان ياخد قلبه من الصندوق، وبيخلص على الشخص اللي معاه وبيكمل جري وراه باقصى سرعه لغايه ما بيوصل جوني لمحطه توليد كهرباء، وبيروح وراه تشيف، ولما بيدخل بيكون جوني مستخبي منه، وفجاه بيضرب تشيف وبيخبطه في مولد كهرباء، وكان فاكر انه قضى عليه لكنه ما يعرفش ان بكده خلاه اقوى، وبيفضل تشيف يضرب فيه بسبب اللي عمله، ولما بياخد الصندوق وبيفتحه بيتفاجئ ان قلبه مش موجود ومبقاش عارف يتصرف، وبيتصل بالدكتور واللي بيقول له ان عرف من الدكاتره الصينيين اللي على صله بيهم ان بوندونج زرع القلب بتاعه من اسبوعين، ولما بيسالوا تشيف هيعملوا ايه بيقول له ان بوندونج لسه في المدينه وهو يتصرف معاه، وبعدها بيقوم جوني وبيساله عن مكان بوندونج، ولسه يتكلم بيتضرب الرصاصه وبيموت، واللي بيضربه يبقى كارلوس، وساعتها بيضربوا واحد تبعه بالحديده وبياخدوه. وفي مكان تاني بنشوف بوندونج عايش حياته بعد ما زرع قلب جديد، وساعتها بيكون الدكتور زائق اكتر من واحده عشان لو تعرفوا عليه يستدرجوه ليه، وفعلا ده اللي حصل مع واحده منهم. وبعدها بنشوف تشيف وهو مربوط بحبل في مركب ماشيه في البحر، وبيفضل كارلوس ورجالته يتمسخروا بيه وهم في طريقهم للهرون. وعلى الناحيه التانيه فينوس بيساعد ريا بعد ما تعرضت للحادث، واتضح انهم يعرفوا بعض، فبتساله عن سبب وجوده في المكان ده، وبيعرفها انه هينتقم من الشخص اللي قتل اخوه، وساعتها بيوصل اورلاندو صديق فينوس ورجالته، فبيودعها وبيروح معاهم، وبيروح لإيف بعد ما اتقبض عليها وبيتم استجوابها، وبيأكد لها المحقق ان تشيف مطلوب القبض عليه وانها حاليا في خطر لانها تعتبر شريكه له، ولكن إيف بتقول له انها ما تعرفش هو بيتكلم عن مين، وساعتها بيدخل ضابط تاني وبيكلمه، فبيروح لها المحقق وبيعرفها ان في حد دفع الكفاله واللي بيكون الدكتور طبعا. وعلى الناحيه التانيه كارلوس ورجالته بياخدوا تشيف على جزيره عشان يقابل الهرون اخيرا، واللي بيكون مبسوط انه قدر يجيبه، فبيسالوا تشيف عن السبب اللي يخليه يبحث عنه، وساعتها بيقلع السلسله وبيقولوا ان دي تبقى بتاعت أليكس اللي قتله هو وريكي كمان، وبيعرفوا ان بيشارك أليكس وريكي نفس الدم. وهنا بيعرف تشيف ليه كان بيبحث عنه طول اليوم، وده لان الهرون يبقى اخوهم وعايز ينتقم لهم، وبيقول له تشيف وقتها انه لو عايز يقتله يتفضل، فبينصحه انه ما يستعجلش لان في حد عايز يشوفه، وبياخده بعدها لصندوق زجاجي كبير، وبنشوف راس ريكي متوصله باجهزه عشان يخلوا الدماغ على قيد الحياه، وبياخد الهرون البطاريه منه وبيرميها، وبنروح للدكتور واللي بيجهز غرفه العمليات، واللي بيتصل بالمساعده بتاعته عشان يطمن ان الخطه نجحت، وبتعرفوا ساعتها
ساعتها ان بوندونج معاها، وبنرجع لتشيف اللي بيفضل الهورون يعزي فيه قدام دماغ اخوه عشان ينتقم له. وفي الوقت ده بيوصل اورلاندو اللي معاه، وبيكون فينوس موجود معاه برضه، واللي بيقول لإلهورون انه لازم يموت وبيضربه رصاصه في كتفه. وساعتها بيقوم تبادل اطلاق نار عنيف ومن كل الجهات، وريا المجنونه سابت الناس كلها وقتلت الراجل الغلبان اللي بيهتم بالزرع. وبيهجم تشيف على إلهورون، لكن بيتدخل كارلوس وبيحاول يثبته بالصاعق الكهربائي، فبيضربه تشيف وبيخلص عليه. وبيحاول فينوس انه يقتل إلهورون، لكن الرصاص بيخلص، وساعتها بيهجم عليه اتنين، لكن بيطلع كفاءة وبيقدر يتعامل معاهم. وعلى الناحية التانية مساعدة الدكتور بتاخد بوندونج على اساس رايحين لبيتها، ولكنه بيتفاجئ انه في غرفة عمليات الدكتور. وبنرجع لهناك ورويا بتفضل تلوش لغاية ما بتضرب الصندوق الزجاجي، ودماغ ريكي بتقع. وبيروح تشيف وبيمسك دماغه وبيسأله عن اخباره، وبيفصلها عن الاسلاك وبيشوطها عشان تترمي في المية. وساعتها بيشوفوا إلهورون وبيروح عشان يقتله في الوقت اللي طاقة تشيف ضعفت، لكن بيهجم عليه فينوس قبل ما يقتله، فبيضربه إلهورون وبيوجه له لكمات قوية. وهناك بيلاقي تشيف عمود كهرباء بضغط عالي، فبيروح عشان يشحن نفسه، ولما بيطلع لفوق بيدي لنفسه شحنة كهرباء قوية جدا. وبيكون إلهورون عمال يضرب في فينوس، لكن المرة دي بيتصدى له تشيف واللي بيكون جسمه أيد نار، وبيفضل يضرب إلهورون بكل غل وبيرميه في المية جنب أخوه. وما بيكونش تشيف حاسس بأي حاجة لدرجة إن جلده بيسيح. وبعد شوية بنشوف تشيف في غرفة العمليات ومتغطي بالكامل بسبب الحروق، وبيحاول الدكتور يزرع له قلبه مرة تانية، لكن الحالة بتتدهور فجأة وبيحاول الدكتور ينقذه. وساعتها بيخرج هو وإيف بره وبيحسبوه مات، بس بعد شوية تشيف بيفتح عينيه وبنعرف إنه ب7 أرواح. وهنا بينتهي الفيلم. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش عشان تتابع فيديوهاتنا الجديدة. سلام.